حادثة نادرة وغريبة بمحافظة صلاح الدين وخصيصا بقرية البضعمة. زواج الحجي أبو أحمد بعمر 92 سنة. اليوم راح نتعرف على القصة بهذا اللقاء. السلام عليكم حجي. السلام. ممكن تعرفني بداية عن حضرتك ومواليدك؟ مواليد 33. مواليد 33. نعم. وشنو اسمك؟ خلص صالح حمادي. خلف صالح حمادي، الله يحفظك ان شاء الله ويعطيك طولة العمر. 33 سنة يعني مواليد 33 يعني 92 سنة. نعم. 92 سنة، شنو اللي خلاك تفكر بالزواج بهذا العمر؟ عجوزي ماتت. يعني انت كنت متزوج سابقا؟ ايه. زين، الله يرحمها، لو كانت ما متوفية راح تفكر بالزواج من الثانية؟ لا والله كنت ما افكر. كنت ما تفكر؟ إيه. غالي عليه. الله يرحمها ان شاء الله. لا يزال غالي عليه. الله يرحمها يا ربي. زين، اكو ببالك فكره انه انت ممكن تاخذ الثالثه بما انه وصلنا على الثانيه؟ ايه. ايه. زين، شنو شو تقولي؟ شو تقولي؟ والله ما بيها شيء. ايه. الشرع ايش قد محلل؟ 4. 4 وانت هسه الثانيه، بعد بيك مجال 2. بعد 2 ان شاء الله. زين. شوف خير. الله يسلمك. زين، اليوم شنو نصيحتك للشباب؟ احنا اليوم بمجتمعنا قاعد نشوف اكو شباب ما مفكره بالزواج او يقول بعد وقت، او شنو رايك بهذا الموضوع؟ انا رايي يتجوزون لان الثانيه سبير. الثانيه سبير. السياره. اذا مات الوليد ظل دايح. بس لا تتجوز سبير عنده السياره بلا سبير ما تمشي. زين، اوكي. زين، شنو رايك الزواج من وقت لو الزواج متاخر افضل؟ والله من وقت افضل. من وقت افضل. نعم. انت ممكن تحكي لي ما شاء الله، الله يعطيك الصحه والعافيه، دا نشوف انت اليوم بهيئه شباب، شنو سر هاي الصحه؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. زين، اكو مثلا نظام انت متبعه او ماشي عليه؟ والله انا ماشي. العرب اريد ولدي اقول لهم دائما العرب لا تغثون وليرشكم لا تطردون. والله عافيه. احنا رئيس العرب وعيب علينا. ونعم التربيه. واقول لهم اللي يكاومكم يقولوا روح احترق عنده الصبح. هذا رايي. زين، انت اني غششوني الولد بالطريق، قالوا لي انه انت تتمشى كلش هوايه وعندك فلاحه، هالحكي صحيح؟ امشي. عافيه عليك. لا ما فالح بس امشي. ما فالح، اذا هاي المعلومه كانت قبل بل كنت فالح وراحت. بس امشي هسه على امشي لا جديد. زين. تقول مشي زين. اي والله زين. وبالاكل قليل انا. يعني متبع نظام غذائي نقول لو انت بس مقلل وها هي؟ لا هي معك ما تقول من صغير. زين. اليوم احنا بعمر 92 سنه، شويه خلينا نقول الموضوع غريب. لما قررت تخطي هاي الخطوه، شنو كان راي المجتمع او العائله؟ والله كلها قالت تاخذ. كلهم كانوا موافقينك الراي؟ كلها قالت تاخذ. انت قالوا ما ترهم باليوم. حلو، الف مبارك عليك. نعم. ان شاء الله. والمراه حيل زينه هسه. زوجتك صغيره لو كبيره؟ والله 74. مواليد 74. الله يعطيها. بس ما مضي بعد شوي صغير. شلون؟ ما مضي قبل. الله يعطيكم الصحه والعافيه يا ربي. كم ولد انت عندك؟ 3 و9 بنات. الله يعطيك. وعائلتي استعناش 300 وعدد. زين، كلهم متزوجين؟ كلهم متزوجين. وكلكم عايشين ببيت واحد؟ لا البنات طالعات جوازات والولد لا هم طلعوا ظل شاكر. هذا واحد وهذا شاكر. زين، انتم عندكم مثلا حادثه قبل؟ اكو احد غيرك بعمر كبير تزوج؟ يا ابوي. لو بس انت كنت؟ ابوي. والدك؟ ابوي اما 80 تزوج. 80 سنه؟ اي تزوج. وتزوج؟ نعم. زين. وبالمنطقه كانت عندكم هيك احداث؟ عوض ما وعيت ثاني، عوض قبلي 105 متزوج. 105 وتزوج؟ ما شاء الله. ما شاء الله. 105 ويتزوجون بقريه البضعمه، هاي حصري بس يمهم. نعم. الموضوع اذا الموضوع هنا متوارث. احنا اليوم تعرفنا على قصه الحجي ابو احمد. بنهايه حلقتنا وبنهايه برنامجنا لليوم نتمنى له الحياه الزوجيه السعيده، وان شاء الله يا ربي الذريه الصالحه. ان شاء الله. ان شاء الله نلتقيكم بحلقه جديده وبقصه جديده. في امان الله.